لكل ام عامله صيدليه جوه الثلاجه، قومي والحقي نفسك، ارمي السم اللي في ثلاجتك واشتري جديد. ليه يا دكتور؟ ما مكتوب مده صلاحيه 5 سنوات. الصلاحيه اذا كانت العبوه لم تفتح تظل كما هو مكتوب، لكن لو العبوه فتحت الصلاحيه تتغير وتبدأين بالعد من اول يوم استعمال الدواء، لان اختلاط الدواء بالهواء يسبب تفاعلات وتخمر وفساد للماده الفاعله. جميع أدوية الشراب للمضادات الحيوية صلاحيتها بعد أن تتحل أسبوع خارج التلاجة وأسبوع داخل التلاجة. الحبوب والكبسولات اللي بتبقى في زجاجة أو علب بلاستيك وفيها حبوب تكون صالحة ل6 شهور من مدة الفتح، لكن الحبوب اللي بتبقى كل قرص مغلف لوحده لا تفسد. الحبوب الفوارة اللي تأتي في علب صالحة مدة شهر واحد بعد فتح العلبة. أدوية الشراب زي أدوية الكحة أو شراب الأطفال صالحة ل6 شهور بعد الفتح، ولو ظهر في أي رائحة غريبة أو تغير لونه أو أي تعكر نوقف استخدام الدواء. القطرات غالبيتها يفسد في شهر، لكن قطرات العيون تفسد بين أسبوعين ل3 أسابيع. الأدوية المعلقة ومكتوب عليها معلق من 3 إلى 4 أسابيع. محاليل العدسات تفسد بعد فتحها ب3 شهور. المراهم الجلدية من شهر لشهرين، ومراهم العين شهر فقط. الحقن من نوع البنسلين والأموكسيسلين يجب إعطائها فورا حلها بالماء، أما باقي الأنواع تقريبا تحتاج لوضعها بالثلاجة وتكون صالحة يومين. فيال الأنسولين شهر إلى شهر ونصف أو عند تغير لون محلول الدواء. الحديد والفيتامينات المحتوية على الحديد يغمق لونها للبني الغامق في أول أسبوع وتظل صالحة من 3 إلى 4 أسابيع. بس كده. لو عجبتك المعلومة تبخلش بدعمي، اعمل لايك للفيديو وصلنا في قلبك، وإلى اللقاء. دمتم بخير، سنعود بعد قليل. إلى اللقاء.